مهندس الديكور فؤاد قبيبو يعود لقصف طليق دنيا بطمة محمد الترك. إليكم التفاصيل. فقد نشر مهندس الديكور المغربي فؤاد قبيبو تدوينة عبر حسابه الموثق على منصة انستغرام، عبر فيها عن الدعم العائلي والتماسك الذي يجمع أفراد عائلة الفنانة دنيا بطمة. وأشاد قبيبو وهو زوج ابتسام بطمة بالجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أفراد عائلة دنيا بطمة من أجل رعاية ابنتيها غزل وليلى روز، اللتين أنجبتهما من زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك. وخاصة بالذكر التضحيات التي تبذلها زوجته ابتسام، حيث وصفها بأنها تشعر وكأنها منقسمة بينه وبين أختها دنيا وأبناء أختها. وفي حديثه عن غزل الابنة الكبرى لدنيا، أشار قبيبو إلى أنها أظهرت نضجا يفوق عمرها الصغير، قائلا: غزل رغم صغر سنها دائما أحس أنها كبرت قبل الأوان، تعبر عن مشاعرها بحب وتعاطف مع والدتها وتواجه الصعوبات بتفهم كبير وكأنها تتحمل مسؤوليات أكبر من عمرها. كما أشار قبيبو إلى دور والدة دنيا ليلى التي وصفها بأنها واجهت الكثير من الصعوبات، بالإضافة إلى والدها دنيا والد دنيا حميد وخالتها بشرى التي وصفها بالمرأة القوية. يذكر أنه سبق وأن فجر المنتج البحريني وزوج النجمة المغربية دنيا بطمة حقائق مثيرة بخصوص انفصاله عن هذه الأخيرة، وذلك من خلال بث مباشر له على صفحته بالإنستغرام، حيث خرج محمد الترك في بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، أكد من خلاله أن لقريب له يد في مشكلته مع زوجته، مشيرا إلى أن مشاكلهم لا علاقة لها بالخيانة الزوجية. وقال الترك في الفيديو: حاولت نخلي دنيا ترتاح شوية، لهذا قررت نبعد في واحد الفترة. أنا إنسان تعرضت لبزاف ديال الإهانات، وأنا عمري جرحت شي إنسان، ولكن للأسف لقيت ضد أفعالي. وتابع قائلا: في الفترة الأخيرة خرجوا بزاف ديال الهضرة باليوتيوبرز، وانتوما اعطيتوهم أكثر من حجمهم، لأنهم كيطلعوا الفلوس على ظهركم من خلال يحطوا اسم شخصية وزينة. ما كاين لا خيانة زوجية لا والو، أنا إنسان كنخاف من اللي خلقني، وبسبب الناس والحشرات اللي في هاد الدنيا هما اللي وصلونا للمشاكل أنا ودنيا. أنا كنعرف الشعب المغربي شعب مثقف ماشي جاهل. وأضاف: عيب وحشومة وعار على إنسان يهدر في عرض إنسان على قبل وسخ الدنيا باش توكل أهلك فلوس حرام. وكنعاود نقولها بركة من هاد الشي، ولو الضربة جاتك من بعيد ما كيبقاش فيك الحال لأنه بعيد عليك، ولكن أنا الضربة جاتني من شخص قريب جدا ليا. وأرجح العديد من الرواد الذين تابعوا مباشر الترك أن هذا الأخير يقصد بكلامه فؤاد قبيبو زوج ابتسام بطمة أخت دنيا، رغم أنه قال في الفيديو أنه لا يقصد شخصا معينا بكلامه.